الجراحة تقتصر على بعض الأمور التي نسميها علامات الخطر الحمراء، مثل عندما يكون لديك ألم في الرقبة يمتد إلى ذراعيك أو ساقيك مما يسبب أي خدر أو ضعف، أو أي ألم في أسفل الظهر يمتد إلى الذراعين والساقين، حيث لا يستطيع المريض المشي ولا يوجد توازن في المشي. هذا هو ما أعنيه عندما أقول المشي، حيث يتغير نمط المشي وهناك فقدان للسيطرة على البول أو البراز الذي يمرره، سواء كان هو أو هي. عندما يظهر المريض بمثل هذه الأعراض، يجب أن نفكر في شيء يتجاوز ذلك. حسناً، هناك شيء يحدث بشكل كبير، قد يكون أي شيء. إذا كان هناك عدوى في العمود الفقري، نحن في دولة نامية حيث السل الذي يعتبر العدوى البكتيرية الأكثر شيوعاً في العمود الفقري، ونحن شرطة. وهناك عدوى بكتيرية أو فطرية أخرى يمكن أن تحدث أيضاً في العمود الفقري، لذا نحب أن ننظر في هذا الجانب. هذا جانب واحد. الجانب الثاني هو أي شخص لديه حالة تنكسية، وهي تآكل وتمزق كبير يحدث في العظم. أي تنكس أو تآكل في القرص يسبب ضغط العظم على العظم المجاور، وأحياناً ما يحدث هو أنه يمكن أن يحدث انزلاق في العظم، والذي نسميه انزلاق الفقار. لذلك هذه هي الحالات التي تستدعي الجراحة. لذلك أي عدوى، أي نوع من عدم الاستقرار الذي يسبب الألم في أسفل الظهر أو في الرقبة، يجب أن يستدعي الجراحة. بخلاف ذلك، ماذا يمكننا أن نفكر فيه؟ أي أورام في العمود الفقري. لذلك هذه هي الحالات التي تستدعي بالتأكيد الجراحة. بخلاف ذلك، لدينا حالة أخرى نسميها التشوهات. عندما نتحدث عن التشوهات، فإن أكثر التشوهات شيوعاً التي نواجهها في الأطفال هي الجنف. عندما أقول الجنف، فهو تشوه على شكل حرف اس يحدث في الطفل، ويمكن أن يكون خلقياً، أي منذ الولادة. النوع الأكثر شيوعاً هو مجهول السبب. عندما أقول مجهول السبب، فإن السبب غير معروف في حوالي 80 إلى 85% من الحالات، وخلال فترة النمو السريع يزداد التشوه الذي رأيناه بشكل كبير في الشدة، وهذا هو الوقت الذي يستدعي الجراحة. أي تشوه أو انحناء يتجاوز 45 إلى 50 درجة يستدعي بالتأكيد الجراحة لمنع المزيد من التقدم. إذا كنت ترى في عمر معين، مثل حوالي 12 سنة، أنك ترى انحناء يبلغ تقريباً 55 إلى 60 درجة، فهناك احتمال كبير أن يتقدم الانحناء، ومن ثم نحتاج إلى التدخل. مرة أخرى، جراحات الحدب التي نسميها الحداب شائعة في الأطفال وكذلك في البالغين. مع الأطفال لدينا أنواع مختلفة من الحداب التي تحدث. في البالغين يكون ذلك بشكل رئيسي بسبب التدهور الذي يحدث، لذلك هذه الحالات بالطبع تتطلب الجراحة مرة أخرى. بالانتقال إلى النقطة الأخيرة في الهم، بالنظر إلى عدد حوادث المرور التي تحدث، أي سيناريوهات صادمة حيث يوجد نوع من الأضرار في الحبل الشوكي، وتتوقع أن ذلك قد يتفاقم. إذا كانت هناك كسور غير مستقرة، أو إذا كانت الحالة غير مستقرة بشكل ما، يجب علينا بالتأكيد التدخل في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من استعادة المحاذاة الطبيعية للعمود الفقري، وجعل الشخص يعود للوقوف على قدميه وعيش حياة طبيعية. لذلك هذه هي الحالات. آلام أسفل الظهر المزمنة بشكل عام لا يوجد دليل على أنها تتطلب أي نوع من التدخل الجراحي. أي آلام مزمنة في أسفل الظهر، أي أننا لا نعرف أو نفهم السبب. شوف، عندما نرى مريضاً نحاول الحصول على أشعة سينية، نحاول إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، نحاول التقييم ببعض الفحوصات الدموية الأخرى، ورغم القيام بكل هذا، إذا لم نتمكن من العثور على السبب الدقيق للإجهاض، فإن التدخل بالقول حسناً سأحاول إجراء جراحة دمج، وقد يساعد هذا في آلام أسفل الظهر المزمنة، هو أمر غير منطقي. لا يوجد دليل مناسب يدعي نفس الشيء. حسناً، فما هي المزايا التي لدينا في جراحة العمود الفقري خلال العقد أو العقدين الماضيين؟ ماذا حدث؟ من أين كانت؟ إلى أين وصلت الآن؟ الأدوات، البراغي والأقفاص التي نستخدمها هذه الأيام متقدمة جداً مقارنة بما كانت عليه في الأيام السابقة. لقد وصلنا إلى مرحلة نقوم فيها بالكثير من الجراحات طفيفة التوغل، حيث يكون هناك ضرر أقل للعضلات، نزيف أقل، وفرص أقل للعدوى.
في السابق عندما تقوم بجراحة العمود الفقري كان الأمر يشبه أن المريض يجب أن يقف في المستشفى لمدة 10 أيام 15 يوما، لا شيء من هذا القبيل الآن. في هذه الأيام بدأنا بإجراء عمليات الرعاية النهارية، حيث يأتي المريض في الصباح تجرى له الجراحة ويخرج في المساء بحد أقصى يوم أو يومين. حتى في أكبر العمليات الجراحية نحن قادرون على إخراج المريض في غضون يومين إلى 3 أيام، لذلك هذا بسبب التقدم. أيضاً الأمر يشبه أننا قادرون على القيام بما يسمى المراقبة العصبية أثناء العملية، وهو ما يعني أننا في الوقت الحقيقي قادرون على فهم حالة الحبل الشوكي، سواء كانت القوة الحركية أو القوة الحسية. عندما أقول القوة الحركية أعني قوة العضلات في الأطراف التي تستطيع تحريكها ضد الجاذبية، والإحساس الذي نتحدث عنه هو النظام الحسي. لذلك سنكون قادرين على تقييم كلاهما أثناء وقت الإجراء، بحيث نحصل على تغذية راجعة مباشرة، وسنعرف في حال ارتكبنا خطأ ما أثناء الإجراء سنكون قادرين على تصحيحه في حينه. لذلك هذا تقدم جيد موجود. ثم ما يحدث هو الذكاء الاصطناعي. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإنه يجمع ذلك مع الروبوتات. في الأيام السابقة ما كان يحدث هو أننا كنا نقوم بعد تثبيت العمود الفقري باستخدام البراغي بوضع قضيب من أجل محاذاة العمود الفقري. في الأيام السابقة كان علينا القيام بعملية المحاذاة بأنفسنا عن طريق اثني القضبان وجعلها مستقيمة لتتوافق مع العمود الفقري. لكن في هذه الأيام لدينا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدنا على أثاني القضبان مسبقاً قبل الجراحة بناءً على التصوير المقطعي للمريض المعين. أيضاً عندما نضطر إجراء عملية على العمود الفقري المشوه، حيث لا نعرف التشريح الدقيق، أي أن التشريح يصبح مشوها إما بسبب عمود فقري مشوه أو عندما يكون المريض قد خضع جراحة سابقة ما نسميه جراحة العمود الفقري التصحيحية. لذلك لسنا متأكدين من مكان المحاذاة الطبيعية للعظم بالضبط، وما إذا كان يجب علينا وضع البراغي في ذلك الموضع بالضبط، وهل ستتناسب تماماً مع العظم أم أنها ستدخل في الحبل الشوكي وتضرب الأعصاب أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمور يمكن التعامل معها بشكل أفضل بكثير باستخدام الروبوتات. لذلك عندما نقول الروبوتات ليس الروبوت هو الذي سيقوم بالعمل، بل مرة أخرى الجراح هو الذي سيقوم بنسبة 95 إلى 100%. الجراح هو الذي سيقوم بالعمل، ولكن الروبوت يساعدنا في التخطيط حتى نتمكن من تحقيق دقة تصل إلى 99% في الجراحة التي نقوم بها. كجمهور عام من المحتمل أنكم حصلتم على فكرة أساسية واضحة حول ما هي جراحة العمود الفقري، ومتى يجب استشارة جراح العمود الفقري، ومتى يجب إجراء جراحة العمود الفقري.